السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة. ظهر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيغو غدا الخميس لحساب ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، ولم يفوت الصحفيون بطبيعة الحال هذه الفرصة لسؤال مدرب البارسا عن أنباء قدوم فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي إلى كامب نو هذا الشتاء. المدرب الإسباني رد على أسئلة الصحفيين حول البرازيل قائلا: هو يلعب مع فريق آخر، هو لاعب جيد ونحن لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل. اللاعبون الذين يهمونني أكثر هم من أمتلكهم في الوقت الراهن. وأضاف: ليس لدي ما أقوله حول كوتينيو، نحن نحترم أنه على ذمة نادي آخر. ونبقى في إسبانيا، حيث تتوالى التأكيدات القادمة من إسبانيا على اقتراب انتقال حارس أتلتيكو بلباو الشاب كيبا إلى ريال مدريد خلال ميركاتو الشتوي الجاري، حيث أن الحارس الدولي الإسباني اختفى بشكل مفاجئ. وحسب صحيفة آس فإن كيبا تغيب عن تدريبات أتلتيكو بلباو لليوم الثالث على التوالي، كما أنه لم يتواجد في مركز تدريبات للنادي منذ آخر يوم قبل عطلة أعياد الميلاد في الأسبوع الماضي. ونقلا عن نفس المصدر، فإن غياب كيبا سيكون بنسبة كبيرة من أجل إغلاق انتقاله إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من تأكيد أتلتيكو بلباو أن غياب الحارس الشاب هو سبب تعرضه لإصابة على مستوى قدمه اليمنى. وتشير التوقعات إلى أن كيبا سيصبح حارس مرمى الأغلى في تاريخ ريال مدريد، حيث تبلغ قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو بلباو نحو 20 مليون يورو، وهو مبلغ لم يدفعه ريال مدريد إزاء التعاقد مع حارس مرمى في الماضي. ومن إسبانيا أيضا أعلن إرنستو فالفيردي عن قائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة سيلتا فيغو يوم الخميس في ذهاب دور 16 من كأس الملك. وعرفت قائمة مفاجأة سارة جدا لعشاق النادي الكتالوني بعودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي إلى قائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة. وكان ابن 20 ربيعا قد تعرض للإصابة في لقاء ختافي في 16 ديسمبر الماضي، مما استدعى غيابه لفترة طويلة. وفي المقابل لم تشمل القائمة كل من ليونيل ميسي وسواريز وانيستا وتوران ورافينيا وديليفيو بقرار فني من فالفيردي، فيما استمر غياب أومتيتي والكاسر بسبب الإصابة. وإليكم القائمة الكاملة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله.